السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بروتين قوي جدا، روتين حماس، روتين عميق هيعجبكم جدا ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا بنات انا جايه كده هقلب الريسبشن وهنمسح الحيطان وهنظبط الدنيا تظبيطه كده عميقه من اعماق القلب. ف يلا كملي الفيديو معايا للاخر، ولو عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زي. انا دلوقتي بدأت اشيل كل حاجه من مكانها وانفض، اللي عايز يتنفض هنفضه، اللي عايز يتلمع هلمعه. وان شاء الله الروتين يعجبكم جدا ويحمسكم ويديكوا باور كده وتقوموا وتشتغلوا. المهم انا جيت كده اهو هنفض كل حاجه زي ما قلت لكم. اشيل كل حاجه من مكانها وانفضها، مش هسيب حاجه الا لما انفضها. هي الدنيا مش مطربه قوي يعني، بس انا قلت طالما كده كده هعمل روتين عميق يبقى هنفض كل حاجه. انا هنا بنفض الكنب والكراسي والحاجات دي قبل ما اكنس السجاد، عشان لو في حاجة تنزل على السجاد بعد كده اكنسها بالمكنسة الكهربائية. بعد كده الم السجاد واغسل الارض، يعني هيبقى الدنيا كده ايه، ماشية بالترتيب. خلاص هنا بعد ما نفضت الكنب وكده جبت المكنسة وهبدأ اشفط السجاد ده قبل ما اشيله، عشان طبعا زي ما احنا عارفين السجاد الشيك ده بيبقى جواه اتربة وحاجات كده ما بتطلعش غير لما يتنفض. وغير كده المكنسة ما بتشفطش كل حاجة جواه. بس خلاص كده انا شفطت السجادة كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ المها وانفضها برضو كده تكتين على الارض، بحيث ان لو فيها اي حاجة تنزل على الارض. خلاص انا كده لميتها بالشكل ده، واركنها على جنب واعمل الجزء التاني. هنا خلاص انا كنت داخله على البلكونه، بس قبل ما ادخل على البلكونه هنفض الستاير كده والمها وادخل بقى اعمل البلكونه. المره اللي فاتت ما عملتش معاكم البلكونه لاني كانت نظيفه، مسحتها بس، لكن النهارده هعملها برضو تنظيفه عميقه مع الريسبشن. بس بنفض الستاير كده بحيث ان هي لو عليها اي تراب ولا اي حاجه تتنفض معايا. جيت هنا على المنشر ده هنفض الحبال كده بالشكل ده، ونفض سور البلكونة لو في تراب ولا اي حاجة بالفوطة كده على طول. وهنا جيت على السلك ده برضو بنفضه بالفوطة، بحيث ان لو عليه اي تراب ولا اي حاجة تتشيل. وهنا ده الجزء التاني، هبدأ برضو انفضه واجيب المقشة واكنس البلكونة والم التراب، واجيب مية فيها اوكسي او اي منظف يعني، او برسيل جل. انا حطيت برسيل جل وشويه من كلوركس الوان، مش شرط كلوركس الوان ولا برسيل جل، اي حاجه عندك نضفي بيها. الورق ده واقع من القلموتال، عشان لما بينشف بيتقشر لوحده، الورق اللي هو بيبقى عليه وهو لسه جاي جديد يعني وكده. بس فبدأت اجيب المقشة كده زي ما احنا شايفين، وهدعك كده الارض بالمقشة، واجيب الفوطة وامسحها. في العادي ممكن تجيبي فوطة على طول وتمسحيها، بس انا عشان الكاميرا وكده فمش عايزة اوطي قدام الكاميرا. بس شمي بقى ريحة النظافة وريحة البرسيل جل، قعدت مثلا حوالي 3 ايام كده ولا حاجة. تقعدي تشمي ريحة، بس مش تحتاجي ولا معطر ولا بخور ولا الكلام ده كله.
انا حتى ما ولعتش بخور، انا عندي بخور وكده بس ما ولعتش بخور عشان الريحه كانت حلوه جدا، ريحه طبيعيه. كنت حاطه كمان طيب بريحه الليمون عندي مع المنظف، كان ريحه الليمون مع ريحه لافندر كده، كان ريحه حلوه قوي. وده شكل البلكونه كده بعد ما خلصت. عملتها من فوقها لتحتها بصراحه، واجيب الجلانس وهلمع الازاز. هنا اختي كانت عايزه تجرب مساحه الازاز دي وكده، فقالت لي هات انا اعمل لك الازاز، فبتجربها هي حلوه يعني في الازاز. يعني ازاز البلكونه ده انا لما جيت اعمله يعني حسيت ان هو كده اسهل بالجلده دي او المساحه دي والجلانس على طول. كنت قلت لكم المره اللي فاتت ان هي مش عمليه وكده، بس لا انا يعني لما باخد عليها بحس ان لا هي شغاله يعني كويس. خلاص كده كانت عملته من جوه، هتعمله من بره بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. أو شايفين الجلدة بتاخد اي اتربة ولا حاجة وتنزل بيها كده على طول. بس خلاص كنا خلصنا البلكونة والازاز، هندخل بقى على الريسبشن من جوه. انا هنا ده ازاز النيش، ازاز النيش مكسور، وجوزي زي اي زوج مصري اصيل تقعدي تزني مثلا عليه سنة او سنتين او 10 سنين عشان يعمل لك الحاجة اللي بايظة وكده. ان شاء الله هيجي يوم في الايام يعني وهنعمله مع بعض. النيش وازاز غرفة الاطفال. وعايزة كمان اغير ازاز تسريحة اوضة النوم. ان شاء الله هغيرهم معاكم قريب وهنشوف مع بعض التغيير باذن الله. عشان انا كمان يعني لسه ناقله في البيت ده جديد وكده، فناقصه شويه حاجات برضو هجيبها معاكم. وان شاء الله لما انزل الوكاله اجيب ملايات وستاير جديده ان شاء الله هاخدكم معايا واشارككم برضو وتقولوا لي رايكم ايه، واوريكم الحاجات يعني اللي انا بجيبها واوريكم ذوقي بالمره. بس كده انا جيت هنا على السفرة زي ما انتم شايفين كده، برضو بنفس المساحة دي او الجلدة دي، برش الجلانس على طول وبسحبها كده بتبقى زي الفل بصراحة. بس يعني لو هي لطشت معاكي ولا حاجة تجيبي منديل او ورقة جورنال وتنضفيها هتبقى معاكي زي الفل. بس هي بتنضف عشان هي جلدة وبتشد من الاعماق يعني. كانت مشكلتها معايا في الاول ايه، ان هي بتسيب علامات كده، بضطر ارجع تاني انضفها بالمناديل. طب انا كده كده كنت بمسح بالمناديل، فعشان كده قلت عليها لا مش عملية. بس لما جربتها في ازاز البلكونة حسيت ان هي لا بتنجز يعني، هي مش وحشة، تقدري تديها 6 من 10. بس فهنفض ازاز هنفض الكراسي كده واقلبهم على السفرة لحد ما اخلص هقلبهم كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بحيث ان المية ما تجيش تحتيهم وانا بمسح. عشان انا زي ما قلت لكم هعمل روتين عميق وهدلق ميه وهقعد ادعك كده بالمقشه بالمكنسه بالمقشه مكنسه ايه. بس فمش عايزه الميه تدخل تحت الحاجات. لما تدخل تحت السفره والنيش، النيش فاضي كده كده هزقه وامسح تحتيه، فعادي مش هيأثر يعني. بس وجيت هنا على البوفيه برضو هلمعه كده واشيل كل حاجة من عليه واديله برضو تلميعة كده وكده عشان الدنيا تبقى تمام ومفيش يبقى مفيش اتربة ولا في اي حاجة. لان التراب ده في البيت بيجيب طاقة سلبية وبصراحة ريحته بتخنق. انا ما بوصلش البيت لدرجة التراب اللي ريحته تخنق، بس انا ما بحبش التراب في البيت. بس وهنا جيت على السجادة التانية اللي قدام السفرة دي، جبت لها المكنسة وبرضو هكنسها كده زي ما احنا شايفين وهلمها. خلاص كده انا كنت كنستها وهلمها بالشكل ده برضو نفس التانية بالظبط. عايزه ابقى اجيب هو السجاد ده عاجبني وكل حاجه والوانه لايقه، بس تقيل قوي يعني لما باجي اشيله بحس ان هو تقيل. في سجاد بقى اللي هو بتاع ايكيا وكده ده خفيف قوي، ولما شفته عجبني جدا. ان شاء الله لما نغير الحاجات دي ونغير الالوان نبقى نجيبه مع بعض.
دي الورقة اللي كنا ساندين عليها الازاز وكده عشان ما يتزحلقش من على السيراميك، مش هرميها عشان لما ارجع الازاز تاني هحطها. وابدأ كده اكنس قبل ما امسح، وعشان لو في اي تراب وكده ما يضايقنيش وانا بمسح بالميه وكده. ده مكعبات وحاجات كده كانت ورا الكنبه من الولاد، فهبدأ برضو اكنسها كده، وان شاء الله نشوف كل حاجه مع بعض يعني، بس تابعيني للاخر. المهم انا هكنس الحته دي كلها كده، الريسبشن كله يعني، وهلم التراب وهتشوفوا معايا بعد كده انا هعمل ايه. الكراتين اللي على جنب دي الحاجات اللي هي الكاسات بتاعه النيش، عشان ما تتكسرش وكده. حطيت لفتها بجرايد وحطيتها في كراتين زي ما احنا شايفين كده. بس فجبت الموب اللي هي العشق دي عشان هي بتطول الحاجات اللي انا ما بطولهاش. بس فغسلتها بكولاريكس الوان وبرسيل جل، وهمسح بيها الحيطان كده. برضو الريحه هتبقى ريحه حلوه قوي، وفي نفس الوقت لو في اي اتربه لو في اي حاجه بتشيلها. وزي ما قلت لكم الاماكن العاليه اللي انا ما بعرفش انضفها دي بتنضفها بكل سهوله بصراحه. هي ممكن تكون تحسيها كده ضعيفه شويه، بس لو هي عندك وحساها ضعيفه شيلي الايد اللي هي الاستانلس دي وحطي لها ايد مقشه، هتشتغل معاكي حلو جدا. بس كده انا وهاجي كده عند الباب، وبرده همسح كده بالموب دي. بصراحة حلوة جدا بحبها قوي، لان هي زي ما قلت لكم بتجيب الحاجات اللي هي عالية وكده. بس وباب الشقة برضو مش هننساه، فوطة كده عليها بليدج، ونمسحه من بره ومن جوه. انا هنا كنت ببص اشوف حد قدام الباب قدام الاسانسير يعني ولا حاجة، ما لقيتش حد الحمد لله. بس فهبدأ برضو ارش البليدج كده من بره وامسحه كده يبقى بيلمع ونضيف وشكله حلو، عشان بابك عنوانك او بيتك عنوانك. لما تروحي عند حد وتشوفي ان الباب نضيف وبيلمع كده، تعرفي على طول ان هو بيحب النظافة وبيحب الروائح الحلوة. هنا مش عارفة شيماء كانت بتقولي ايه، فكانت بتضحكني. خلاص كده انا خلصت باب الشقة وقفلته، وجيت هنا بقى ايه اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي غسلت قلبي من جوه، اني وانا بغسل الريسبشن كده. انا هنا بحط ميه كتير ليه، لاني انا عندي الحمام الصغير في الريسبشن، فبسحب الميه عليه على طول، فما بتتعبنيش وما بتغلبنيش. فانتي لو عايزه تنضفي كده بالجل والحاجات دي بالبرسيل يعني، يعني تقدري تحطي شويه صغيرين عشان لما تمسحي ما يغلبكيش وانتي بتشيليه من على الارض. انا هنا زي ما انت شايفه كده بسحب كده بالمساحه على طول. سهل جدا يعني، اسهل من اني بمسح يعني في العادي. وحاسبي بقى لو انت حاطه اي منظفات يعني تتزحلق، وخصوصا لو اريال والحاجات اللي بتزحلق دي. بس وكده برضو زقيت الكنب وهعمل وراه برضو بنفس الشكل ده. مش قلتلكوا روتين عميق؟ ان شاء الله الروتين ده يعجبكم جدا ويحمسكم كده وتقوموا تعملوا الروتين ده، عشان كمان الشتا والناس ما بتبقاش قادره تقوم من تحت البطاطين. فانت حتى لو عملت الروتين ده يعني على الاقل هيقعد معاكي شهر. انا بعمل الروتين ده كل شهر، ان انا اعمل رغاوي وكده يعني كل شهر. بس في العادي بمسح يعني كل يوم بالموب العاديه او بالشرشوبه العاديه. بس وعلى طول بشد كده بالمساحة على الحمام، وبتبقى الدنيا كده اخد مني معايا ساعتين ونص. بس عشان طبعا تضمني ان الارض ما فيهاش اريال ملزقه، لازم بعد ما تشديه بالمساحه تقريبا نص ساعه نضيفه برضو وتشطف 25 دقيقه.
المهم زي ما بقولك كده، انا يعني قصدي اقولك ان هو ان انا قعدت ادعك واجيب ميه واشطف وكده. فلازم تشطفي عشان لو ما شطفتيش الارض هتحس ان هي ملزقه معاكي، وبعد ما تنشف هتبقى مجيره. فلازم تشطفيها كويس قوي بميه نظيفه بعد ما تشدي الرغاوي دي والحاجات دي. تمام كده. تمام. كده وانا بزق الميه بتدخل تحت كل حاجه. اتأكدي ان انتي غسلتي تحت كل حاجة، وكمان شديتي المية وشطفتيها، بحيث ان زي ما بقولك ما يبقاش فيه اي صابون ويتراكم تحت الحاجات. انا هنا اللي مسهل عليا الدنيا ان الحمام في الحمام الصغير في الريسبشن. معلش لو صوتي تعبان شوية، لاني شكل كده داخلة على دور برد وصوتي رايح خالص. بس كده زي ما بقولكوا هفضل اشد الرغاوي والصابون دي وادخلها الحمام، واجيب ميه نضيفه وادلق الميه نضيفه وبرضه هشدها على الحمام. هنا بجيب المقشه، الحته اللي حسيتها ما اتدعكتش بدعكها، بحيث ان الدنيا كلها تبقى يعني متنضفه ومفيش بقع، عشان ولادي بيوقعوا ساعات، بيوقعوا عصير على الارض وكده، فالعصير بيبقى ملزق الدنيا. وانا متهيألي بعد كل المية دي يعني مفيش عصير هيبقى واضح على الارض، بس انا بحب ادعكها كده معايا في الروتين يعني. خلي بالك اي حاجة، لو في اي حاجة على الارض يعني ما تزقهاش على البلاعة، عشان ممكن تقفل البلاعة وكده. هنا خلاص انا كنت دعكت الارض والدنيا تمام. هزق المية كده على الحمام زي ما احنا شايفين، وابدا اجيب مية نضيفة وادلقها وبرضه اشدها على الحمام، بحيث ان الدنيا كلها تبقى متظبطة وتفضل الريحة كده حلوة جدا، وابقى مرتاحة بقى، ابقى مرتاحة. ده روتين السعادة، روتين الراحة النفسية، روتين النظافة. كده خلاص انا شديت شايفين السهولة؟ يعني لما يكون في مثلا بلاعة قريبة او حمام او حاجة قريبة بتسهل عليك الدنيا. انا هنا كنت جبت المية النضيفة زي ما قلت لكم. هبدأ ادلق مية نضيفة يعني وكده واشدها برضو على الحمام. انا عشان قدام الكاميرا بجيب بشد بالمساحة وهعملها بالموب اللي انا كنت بمسح بيها الحيطان. بس انت لو ما عندكيش قناة وكده او مش بتصوري عامة، تقدري تعمليها بالفوطة كده تحت رجلك او توطي وتمسح. شايفين انا هو زقيت كل المية على الحمام كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهبدأ برضو ازق النيش عشان امسح وراه وتحتيه، عشان المية زي ما قلتلكوا غلط تكون تحت الخشب يعني وكده. يعني ليه الجزء ده مجيش مش عارفة. المهم انا هنا بدأت بعد ما خلصت تحت النيش وكده، بدأت انزل الكراسي عشان لو في مية ابدأ امسحها. شايفين الفوطة اهي تحت رجلي، بحيث ان لو في اي مية على الارض تيجي معايا في الفوطة، او الفوطة تنشفها يعني.
هنا برضو كانت شيماء واقفة تساعدني، بس هي مش عايزة تظهر دلوقتي يعني في الكاميرا وكده. كانت بتنزل الكراتين من على البوفيه وكده، وتحطها مكانها على الارض بعد ما نشفت، عشان زي ما قلت لكم انا الحاجات بتاعه النيش حطاها في كراتين. بس وهنا بعد ما نزلت الكراسي طبعا لازم اجيب منديل كده والجلانس والمع الازاز، ازاز السفرة يعني وكده. يعني كنت الاول عاملاها بالمساحة او الجلدة دي بتاعة الازاز، بس دلوقتي بلمعها كده تلميع في السريع. بس وهجيب الرنر ده وافرشه واحط عليها الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وعليها البخور والمبخرة. هنا لو ازاز البوفيه عايز يتلمع كده في طريقك تلمعيه، وكل حاجة اتلمعت وبقت زي الفل، وفرشنا المفارش بتاعتنا وفرشنا كل حاجة. ان شاء الله الحاجات دي كلها هغيرها معاكم ان شاء الله بإذن الله، عشان انا يعني انا بقيت اكره اللون البني ده يعني كرهته جدا. حتى لما بلاقي اي حاجة عجباني بني ما برضاش اجيبها من كتر ما انا بكره اللون البني. البيت كله بني بني بني، السفرة بني، اوضتي بني، اوضة الاطفال بني، فالبني بقى كتير في حياتي. فان شاء الله باذن الله في تغييرات اليومين اللي جايين دول ان شاء الله هبقى اشارك معاكم يعني. هنا لو الموب دي بتغلبك زي ما قلتلك، تشيلي اللي هي العصايه الاستانلس دي وتحطي عصايه المقش عادي. بس خلاص انا كده قبل ما افرش السجاد يعني هاخد كده تنشيفه في السريع. نشفت الموب جدا، يعني نشفتها كويس جدا وقلت همشي كده على السيراميك كله قبل ما افرش السجاد. شايفين الراحة النفسية يا بنات؟ بجد يعني دي اللحظة الحاسمة، لما توصلي لفرش السجاد تقولي لقد جاءت اللحظة الحاسمة. انا هنا تقريبا كنت داخلة الحمام اعمله، بس ما جبتوش معاكم وعملته خلاص. وعلى ما الدنيا كده نشفت والدنيا بقت تمام، بدأت اقفل الدنيا بقى كده زي ما احنا شايفين. قفلت البلكونة، هقفل الستاير، وزي ما قلت لكم دي اللحظة الحاسمة. قد جاءت اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي تحسسك ان انتي خلاص ارتحتي نفسيا وخلاص عملتي اللي عليكي. كده هنا انا كنت بحاول اظبط شكل الستارة كده بحيث ان يبقى فيه كشكشة ويبقى شكلها جميل، يعني ظبطتها لحد ما. بس وهنا برضو جيت على الترابيزة دي اللي في النص حطيت عليها المفرش ده بالشكل ده. وزي ما قلت لكم اني انا عايزه اجيب شويه حاجات، وان شاء الله هاخدكم معايا وانا بجيبها و... وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله ننزل قريب ونجيب كل اللي احنا عايزين. وده كان الشكل في الاخر. يعني زي ما قلت لكم اللحظه دي بتحسسك ان انتي عملت اللي عليكي وخلاص ارتحتي نفسيا، وهتقعدي كام يوم كده بتشم روايح حلوه والريسبشن نضيف والدنيا متنضفه وكله تمام. بس كده هو ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم وحمسكم كده وهتقوموا تعملوا كل اللي وراكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسيش تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زيك، واشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. مع الف سلامه.